النهارده الحقيقة عايزين نتكلم في قضية في منتهى الخطورة. خطورتها بتنصب على المجتمع بشكل أساسي. الظاهرة دي مش عايزين ننساها، أو القضية دي مش عايزين ننساها وسط المشاغل والاهتمامات والأولويات بالقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. الظاهرة دي هي ظاهرة أطفال الشوارع أو ولاد الشوارع زي ما احنا بنسميهم. الحقيقة طول عمرنا من سنين طويلة من بداية ظهور الفئة دي في الشارع وتحت الكباري وعلى الرصفة، واحنا بنقول إن دي قنابل متفجرة. الحقيقة ظهر إنها قنابل متفجرة في المظاهرات اللي كانوا بيدفعوا ليها. يعني كان في فئة بيدفعوا الولاد دول للمظاهرات، والعيل من دول لما كان ياخد 20 جنيه في ايده كان طبعا بيبقى مبسوط جدا، لان معظم الناس في الشارع ما بتعطفش عليهم، ما بتديهمش فلوس، ما بتديهمش هدوم، ما بتديهمش غطا، ما بتديهمش اكل، ما بتديهمش شرب. فبالتالي لما عيل من دول ياخد 20 جنيه ويطلع مظاهره، يكسر، يحرق، يرمي مولوتوف، يشتم، يشيل يافطه، وفي الاخر لو مات محدش هيسال فيه، لان ملوش اهل موجودين يسالوا عليه او يخافوا عليه. الحقيقه اللي خلاني استعيد الظاهره دي ان في كوبري اكتوبر من ناحيه عبد المنعم رياض، الحقيقه لما ماشي بالعربيه احيانا والشارع بيبقى زحمه، بيبقى العربيات واقفه، تبص جنبك كده على الرصيف فتلاقي تحت الكوبري بنات وصبيان قاعدين بيشموا كله، بيشربوا سجارة بانجو، بيرتكبوا الجرائم اللي بيرتكبوها كلنا عارفينها، واللي الشرطة احيانا لما بتمسكهم بيتحاسبوا عليها، ولكن بيخشوا الاحداث طبقا لسنهم اذا كانوا اقل من 18 سنة. الحقيقة في حاجة استوقفتني من فترة. ليا صديق الاستاذ حسين رفاعي، ده مدير عام في وزارة الآثار، كان قاعد على قهوة في لازغلي الصبح بدري، فشاف واحد بيه متأنتك لابس بدلة وجرافطة ونضارة شيك، وبيبص بقرف شديد جدا ناحية كوم زبالة. لما صديق حسين بص على كوم الزبالة فلقى ولد من أولاد الشوارع دول تقريبا لسه قايم من النوم، كان نايم جنب الزبالة أو حاجة، فبيدور على أكل في الزبالة. فالأخ أبو بدلة المتأنتج الحليوة راح باصص له بصة قرف وبصق عليه بمنتهى القرف يعني. فصديقي وهو قاعد الحقيقة تأثر وتفاعل وكتب أبيات سريعة جدا هقراها عليكم يا رب تأدي المعنى، وهي على لسان طفل الشوارع. طفل الشوارع بيقول للبيه اللي بصق عليه ده، بيقول له ذنبي ايه؟ قول لي انت ذنبي ايه؟ ذنبي ايه ان انت فندي ولا بيه؟ واني طفل في الشوارع على الرصيف، اني عاجز عن شراء حتى الرغيف، اني مولود وسط ناس ما بيرحموش، اني لو حيوان هعيش وسط الوحوش. حط نفسك طب مكاني، عيش في شارع على الرصيف من غير حيطان، وسط ناس شايفاك مهدد للأمان، ناس وناسية انك محتاج للحنان، ما يهمهاش انك بتصرخ من الألم، ما يهمهاش غير تبعد عنها ريحتك. جيب مراية بس شوف فيها حقيقتك، ان جاني دي، ان حالتي دي هي جزء من جريمتك. مش ضروري تكون انت الجاني يا بيه، يكفي انك انت مستخسر جنيه. لو يوم ناداني الحظ وابتسمت عينيه، لو بقيت زيك افندي ولا بيه، عمري ما ابقى سايب شخص عايش على الرصيف، وان لقيته جعان هقسم وياه الرغيف. هبقى انسان وبحق وحقيق، مش مجرد بدلة ماشية على الرصيف. دي ابيات الاستاذ حسين رفاعي، المدير العام بهيئة الآثار او بوزارة الآثار، اللي تفاعل مع طفل الشارع او اللي نايم على الرصيف وبياكل من الزبالة، واحد البهوات اللي ماشيين تصرف بسلوك مش هعيده تاني عشان ما نقرفش. هنا الحقيقة نرجع لولاد الشوارع. اولا اهلهم بيتحملوا المسؤولية كاملة، ولكن الدولة هنا في العصر الجديد في الحقيقة قضايا كتيرة مشغولين بيها كلنا، من اول رئيس الجمهورية الى اصغر مسؤول الى اصغر مواطن، اقتصاد وامن وسياسة وحقوق انسان وحاجات من اللي احنا بنسمع عليها دي. ولكن الحقيقة عندي اقتراح وحل ممكن اقوله لقضية اطفال الشوارع. رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قال انه
في مشاريع كتيره جدا هتغزو الصحراء. عندنا صحراء غربيه وشرقيه ملهاش حدود. ممكن الولاد دول يتلموا ويعيشوا في الصحراء دي باكلهم وشربهم، وياخدوا فلوس ويستصلحوا اراضي، يشتغلوا في انشاءات للمشروعات اللي هتتعمل في الاراضي الصحراويه دي، ويتعمل لهم مرتب او اجر. اعتقد ان هم في مكانهم في الصحراء مش هيحتاجوا يصرفوا الفلوس دي. فالولد او البنت من ابناء الشوارع دول ممكن يحوش او نحوش له الفلوس دي في دفتر توفير، في حساب في بنك، لحد ما يقدر يحوش مبلغ محترم يقدر يعمل بيه مشروع يعتمد على نفسه. وهنا هنكون عالجناه من السلوك غير السوي والسلوك السلبي اللي بينتهجه وهو نايم تحت كوبري او نايم على الرصيف او نايم على شط النيل او نايم في مدخل عمارة. وبكده ممكن نكون ساهمنا بجزء ولو بسيط في حل مشكلة اطفال الشوارع.